الحي ده في الرياض اتشهر بحي المطاعم الشاميه، وده لان الحي بالكامل عباره عن مطاعم ومحلات منتجات شاميه. فاهلا بيكم في حي السليمانيه. والنهارده تاني فيديو في رحله البحث عن افضل 5 مطاعم سوريه في الرياض. بس المره دي الفيديو هيكون دسم شويه عشان معانا النهارده اكتر من مطعم في حي السليمانيه. ونبدا بواحد من اشهر المطاعم واكترها ترشيحا منكم، مطعم ساروجا. وزي ما مشينا بترتيب السلسله نبدا بالتقييم على جوجل، وتقييمه على جوجل 4.2 واكتر من 9000 واحد مقيمينه. وبالنسبه للقعده وفايبس المكان فالفرع ده كان زحمه شويه، بس يمكن عشان كنا يوم جمعه. وندخل بقى على الاكل والاسعار، ونبدا بالصفيحه الشاميه. طعمها كان جميل، العجينه كانت خفيفه، واللحمه اللي بيستخدموها بصراحه جودتها ممتازه. نخش على المشاوي. وطلبنا نفر مشاوي مشكل. اللحمه اللي بيستخدموها بكل انواعها بصراحه لا تعليق عليها، جودتها عاليه جدا ودايبه، وواضح ان هي فريش. يمكن بس مشكلتها ان تتبيلتها خفيفه شويه. جوده اللحمه عندهم يا جماعه تحفه. وندخل على الكفته بالطحينه، كانت جميله وتتبيله اللحمه ممتازه، ده غير ان اسعارهم معقوله جدا. ودي كانت فاتورتنا. طلبنا من كل صنف حاجه كده. يلا على المطعم اللي بعده. وتاني مطعم معانا هو باب تومه، وتقييمه 4.1 واكتر من 12000 واحد مقيمينه. نفر مشاوي مشكل، كفته بالطحينه صينيه، 2 صفيحه شاميه، واحده دبس الرمان، واحده ساده. طلبنا نفس الاصناف اللي طلبناها في المطعم الاولاني. وبرضه المكان كان زحمه زي سروجه. ونبدا بالصفيحه الشاميه، طعمها كان حامض كده وعليها صنوبر. بصراحه كذوق شخصي عجبتني شويه اكتر من سروجه، ولكن سعرها اعلى من سروجه. الصفيحه حامضه وعليها صنوبر كده، بصراحه طعمها تحفه. وندخل على الكفته بالطحينه، المطعمين بيقدموها بجوده عاليه جدا وكانت ممتازه في الاثنين. يمكن بس في باب تومه بينزل خبز فريش وسعرها برضه اعلى من سروجه. ونخش على المشاوي. المشاوي كتتبيله عجبتني هنا اكتر، ولكن اللحمه كانت دايبه اكتر في سروجه. بس يزال المطعمين كطعم وجوده في كل الاصناف ممتازين جدا. ودي كانت فاتوره باب تومه. بصراحه المطعمين ممتازين وجوده اللحمه عندهم لا يعلى عليها. يمكن تتبيله المشاوي هنا بس عجبتني اكتر من سروجه شويه، وطبيعي جدا ان المطعمين دول يبقوا من اقوى 5 مطاعم شاميه في الرياض. كده الفيديو خلص، باقي في السلسله مطعمين، مستني ترشيحاتكم ليهم. سلام.